يبدو أن الأمر ليس قصيرا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه الآثار المرضية التي ستواجه أي اقتصاد لن تتحسن في اليوم التالي لوقف الحرب. يعني اوعى تقول لي ايه يا عمرو، اهو ترامب قعد والايرانيين خلصوا وبتاع، يلا بقى بكره رجع لي كل حاجه كما كانت. الامر لن يكون بهذه السهوله، وهناخد وقت. واحنا زي ما بقول لحضراتكم، هذه ظروف قد فرضت علينا. كان الامر ابتدى، كنا شايفين دولار نازل لغايه ال 45 46، كل هذه الاشياء. ولكن جاءت الحرب لتعيد يعني هيكله العبء الاقتصادي المصري. والنهارده كان في خبر، يعني بصيت له كده بكثير من المراره، اللي هو طلبات صندوق النقد من مصر في المراجعه الجديده. هو رجع تاني يقول لك لو سمحت بيع بنكين وكم شركه او بتاع. طب انت لما تيجي تبيع، ما انا قعدنا نتحايل يا جماعه بيعوا من قبل ما الدنيا كانت تبقى صعبه. هو مين النهارده هيشتري؟ نرجع تاني لاسطوره بنك القاهره اللي هو بيتباع من ايام الحزب الوطني. يعني هو بيتباع من ايام جمال مبارك، وكان الحوار على بيع بنك القاهره. حتى الان انت ما بعتوش. طب اما تيجي تبيعه النهارده هتبيعه لمين؟ مش بكام. الناس اللي كانت بتشتري دلوقتي هو يعني عنده اسباب كتيره انه لا يتفاعل معك بسهوله، يعني لا اقليميا ولا عالميا. انا اشتري حاجتك دي ازاي دلوقتي؟ هو في حد معاه حاجه؟ حد قادر حد امن يمشي امن او مآمن يمشي فين؟ في الاستثمار وفي الفلوس كله ماسك. المهم، شفنا فيلم زي افلام رامبو والحاجات دي اليومين اللي فاتوا، فكرة ان تسقط طائرة في الاراضي الايرانية. فعندنا واقعتين او ثلاثة حدثوا في اليومين اللي فاتوا، انه طائرات امريكية تسقط. وهذا امر هام، وهنجيب احد الخبراء اللي يكلمنا في هذا الامر. يعني ايه طائرة امريكية اللي هي الاف 15 او الاي 10 او اللي هي الطيارات التي لا يمكن ان حد يوقعها، تم اسقاطها. وايضا هناك بقى الفيلم اللي هيتعمل افلام، انه الطيار وقع وراء خطوط العدو، وكان في واحد زميله دخلوا جابوه، والتاني بيدوروا عليه، والايرانيين بيجروا وراه، والامريكان عايزين يطلعوه، والرئيس ترامب عمل غرفة عمليات وما روحش البيت من يوميها وقاعد مستني علشان يطلع هذا الطيار. الدنيا مقلوبة. الدنيا مقلوبة على الطيار اللي واقع وراء خطوط العدو كما يسميه الامريكي. معانا اللواء طيار اركان حرب الدكتور هشام الحلبي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، اهلا وسهلا. حكايه الطائرات والطيارين او الطيار اللي بيدوروا عليه دلوقتي، اتفضل يا فندم. اولا هو في طائره اف 15 تم اسقاطها، والطائره فيها 2 طيارين. الحقيقه لما تم استهداف الطائره في كرسي منطلق، ده الكرسي بيطلع الطيار بره الطياره. طلع الاثنين بره الطياره. المفروض تعليم من طياره واحده، فالمكان اللي هيسقطوا فيه بيبقى قريب من بعضه يعني. طبعا. الكرسي بينفصل عن الطيار بعد ما بيطلع من الطيارة، وبينزل بالمظلة مع شنطة بيبقى فيها بعض الإسعافات الأولية، بعض حاجات للإعاشة، وأيضا جهاز. احنا معانا صورة الكرسي اهو يا فندم اللي هو دي ساقط. صورة الطيارة، دي صورة الطيارة اف 15. في جهاز بيرسل اشارات استغاثة. ده الكرسي المنطلق. الاشارات اللي بتطلع من الجهاز ده بتلتقطها مجموعات البحث والانقاذ اللي بتيجي تنقذ الطيار. والجهاز ده بيشتغل اوتوماتيك يعني.
في جهاز اشتغل، وهم دخلوا بطيارات بحث وانقاذ، خدوا طيار ولقوه، التاني مفيش اي اشارات من الجهاز، مع ان الاثنين كانوا قريبين من بعض. دوروا كتير مش لاقيين الطيار. ففي سبق ما بين امريكا من جانب وايران من جانب البحث عن هذا الطيار. طبعا دول عايزين ياخدوه اسير ورهينه، ويبقى ورقه ضغط على امريكا المفاوضات، وطبعا عايزه امريكا تفشل هذه النقطه. ليه مش لاقيينه؟ الاشاره مش لا ترسل من الجهاز. طب ليه؟ احتمال يكون الجهاز ده تحطم اثناء عمليه الاطلاق، احتمال يكون في المنطقه دي منطقه جبليه، الجهاز ده سقط في مكان ما، الاشاره دي مش قادره تطلع على مسافات كبيره التقطها اجهزه الاستقبال بتاعه قطارات البحث والانقاذ. عادة الطيار في الحالة دي بيستخدم يعني التمويه والإخفاء طبقا للإمكانيات المتاحة، علشان ما يقعش أسير في إيد الإيرانيين. فهنا المشكلة إن مفيش إشارة، والطيار منطقة جبلية، من المحتمل يكون في مكان ما. ما بين هذا الحراك، الجهاز ده فيه بطارية، البطارية بتتنفذ مع الوقت، بتقعد من حوالي 48 ساعة ل 72 ساعة. فبالتالي احنا قدامنا يعني فترة حرجة لو ما لقوهوش. طب الطيارة حضرتك عارفة دي الطيارة الثانية اللي اسقطت، اللي هي الاي 10. دي طائرة معاونة جوية قريبة، ودي مش بتضرب جوه ايران، ده بتضرب على الساحل الايراني اللي على الخليج العربي، تمهيدا لتدمير كل القدرات العسكرية اللي على الخليج، اللي هي بتقفل مضيق هرمز. هي شغالة الطيارة دي مع هليكوبتر تاني، يعني بقى لهم اسبوع دلوقتي ضرب في الساحل الايراني. طبعا الطيارات دي بتشتغل على ارتفاعات منخفضة، فوارد جدا يتم اسقاطها. طب سيادة اللواء، الإيرانيين بيقولوا إن هم نجحوا في أو ابتكروا تكتيكات تسمح بإسقاط هذه الطائرات اللي هي صعبة الإسقاط. إيه رأي حضرتك في هذا الأمر؟ ده سؤال مهم. بص يا فندم، طبعا تم تدمير حجم كبير من قدرات الدفاع الجوي الإيراني. طب إزاي هو قدر يوقع طيارات؟ في منظومات دفاع جوي إيراني محلية، منها منظومة بصواريخ بتبحث عن الحرارة، وليس بتصدر أشعة رادار، والطارات الشبحية لا تظهر عليها. الصاروخ ده بيبحث عن الحرارة. اي طياره، حتى الطائرات الشبحيه اللي بتظهرش على الرادار، فيها حرارة طبعا. بالظبط. الحراره دي قد ايه بقى؟ الحراره اللي طالعه من العادم بتاع الطائره يعني بتصل حوالي الى 600 الى 700 درجه مئويه، سواء شبحيه او غير شبحيه. فرن. بالظبط. فبالتالي هذه المنظومه الحقيقه تم تطويرها بصناعات محليه ومتحمله على عربيه، والصاروخ ده مداه حوالي بيوصل 6 كيلو. عربية يعني اللي وقعت الاف 15 دي صاروخ على عربية؟ على عربية. فده الاحتمال الأكبر. طبعا لم يعلم من إيران إيه اللي حصل ولا من أمريكا، وبالتالي الصواريخ دي الحقيقة تم إعادة استعادة كفاءتها، لأنها صناعة محلية، وتم وضعها على وحوالين الأهداف الحيوية عالية القيمة، زي محطات كهرباء، منشآت نووية.